اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وارحم أمي واغفر لها واسكنها فسيح جناته يا رب العالمين. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات، والنهاردة فيديو جديد بقى بعيد عن المطبخ شوية. هنعمل شوية حاجات أنا كنت مأجلاهم، وكل يوم أقول بكرة كل يوم أقول بكرة، بس خلاص بقى لما فر. المفروض الفيديو ده كان متصور ساعة شم النسيم، يوم شم النسيم، لان انا مخرجتش وما رحتش في اي حته. ما بحبش اخرج في ايام التجمعات والزحمه اللي بتبقى في الشوارع، ما بتبسطش بصراحه. فالقعده في البيت بالنسبه لي احسن. فتحت بقى الشبابيك كده وخدت اليوم من اوله معاكم، وهشغل الشاشه بقى عشان اجيب القران الكريم. في قنوات كده انا بحب اسمع الشيوخ بتاعتها، بس وانا بقلب لقيت بقى ايه الكعبة والحج، ربنا يا رب يكتبها لكل مشتاق ويكتبها لنا ويكتبها لكم اكيد. كل واحد ليه ميعاد، ويعني ربنا يكتبها لنا جميعا يا رب. كل سنة وانتم طيبين، خلاص العيد الكبير فاضل له 40 يوم، الايام جريت. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بألف خير يا رب. هنا بقى الأوضة كانت محتاجة ان انا لازم اغير الملايات. كنت اتمنى ان انا اغسل الكفرات دي، يعني حاسه ان هي الابيض بتاعها مبقاش ناصع. انا بغسلها يعتبر كل شهر مره، يعني الملايات انا بغيرها كل اسبوع. تمام، الكفرات دي بغسلها كل شهر مره. هي مش بتحتاج غسيل اكتر من كده، عشان حد هيقول لي كل شهر، كل شهر عشان الجلد اللي فيها ما يتقطعش. هي نوعها كويس وكده، وانا كنت شاريها غاليه، بس يعني حفاظا عليها، مش بكتر الغسيل. على فكرة في ناس كل شهر بتطلع وتغسل السجاد، بيأثر من عمره. يعني الحاجة ادام نظيفة خلاص، يعني مجهود واستنزاف للوقت ملهوش اي لازمة. الحاجة نظيفة اشيلها واعملها تاني ليه؟ ما هي نظيفة. اما تتوسخ احاول احافظ على نظافتها، ان هي ما سيبهاش تتبهدل، لكن الحاجة نظيفة ما اغسلهاش تاني. اما تتوسخ ابقى اغسلها. طلعت بقى الملايات، قولوا لي الستارة الجديدة يعني ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله يعني. لايقة مع كل الملايات اللي انا بفرشها. يعني انا كنت فرشة الملايات البينك، كانت لايقة معاها لان هي كان فيها خط بينك كده في وسط الحاجات اللبني اللي فيها. والملايات اللبني برضو فيها الالوان بتاعت الستارة. يعني الحمد لله كان حظ موفق يعني، بعد سنين كتيرة. الستارة اللي قبليها دي انا كنت عاملاها من 12 سنة، بس خلاص كانت جابت اخرها. حتى الستارة اللي تحتيها كانت اللي تحتيها شيفون، ومن كتر الشمس، لان انا الشقة عندي ضارب فيها الشمس من كل ناحية لان انا قبلي. فمن كتر الشمس الشيفون ده داب. غيرته وحطيت مكانها كتان عشان كمان تضلم الأوضة. بس برضو لونها غير، يعني كان لونها بينك كده، لونها غير خالص، ابيضت خالص، اجربت خالص. فقلت بقى خلاص بقى اشيل الستارة خالص واجيب ستارة عادية اللي هي على ماسورة، نرجع من فات قديم وتاني. فعلا موضوع البرائع والكلام دي كلها تعب على الفاضي ومجهود على الفاضي. الستائر اللي على المواسير دي اشكال والوان وتقدري تغيري، لكن اللي هي البرائع دي انتي خلاص مجبرة بالشكل ده، ان انتي مش هينفع تغيريه. حتى لو حاولتي ان انت تغيريه بياخد مبلغ وقدره. انا الستارة دي يعتبر كل اللي كلفتهولي 250 جنيه تقريبا. القماش كان ب200 جنيه والتفصيل كان 50 بس. هو بس اللي زاد عليه الماسورة والحليات بتاعة الماسورة والحامل بتاع الماسورة، هو ده بس انا مش هغيره تاني. يعني انا لما احب اغير بقى الستارة او اجدد هجيب ستارة برضو في حدود ال200 جنيه وافصلها والكلام ده كله. الموضوع سهل. لكن البرقع والحاجات دي لا، بتتكلف. يعني ستاير بقت بألوفات دلوقتي. المهم غيرت الملايات وخدت طبعا كانت الغسالة شغالة، كان فيها دورة غسيل هدومنا يعني. مجرد ما حطيت الملايات عشان ما تكركبش عندي. انتوا عارفين الستاير والملايات والفرش والحاجات دي بتملى الباسكت على الفاضي، فاول باول اخلصها. يعني انا ما اعرفش يعني يعدي اليوم كده غير اما اكون الملايات اللي انا شلتها غسلتها ونشرتها وبتنشف. خلصت بقى السراير ولمعت الخشب.
وبعد كده دخلت على الترابيزة بتاعة الولاد، كان كل واحد بقى حاطط كتب في ناحية والرمود ومشاط وتوك وحاجات بقى بتاعتهم، هما طالعين بقى دروس ونازلين دروس وكده، فكله بيحط وما بيشيلوش حاجة. المهم روقت الدنيا وحطيت كل حاجة مكانها، وحطيت الكتب اللي عاوزة تتحط في التربو مكانها، ولمعت الترابيزة كده، ودخلت بقى للمعركة الكبيرة، هطلع الصيفي وادخل الشتوي. كل ما اقول هطلع الصيفي وادخل الشتوي الدنيا تسقع تاني، اقول لا مش مدخلاه. نيجي الاسبوع اللي بعده لحد بقى ما خلاص كان خلاص، ما هو يعني الصيف اصلا يعتبر كان من 21/3، يعني احنا السنين اللي فاتت كنا بنصيف مع عيد الام، كان الجو بيبتدي يحرر كده، لكن دلوقتي احنا مستنيين اهو لحد شم النسيم 21/4، استنينا شهر ولسه برضو الجو سقع. خلصت، فضيت بقى، رتبت الرف اللي فوق ده انا ما بفضهوش فيه السويتشيرتات بتاعه الولاد الشتوي، فملهاش مكان، برتبه كده بظبطه مطرح من اللي بياخد واللي بيحطه وكده، وبسيبه مكانه. الرف اللي بعده رف بنتي الكبيرة، يعني يعتبر شِلت الشتوي دي الترنجات شِلتها حطيتها في الرف التاني، أنا منظّماهم كده ما باحطش هدوم تحت السراير، أنا يعني موفّرة لكل واحد ضرفة كده، ضرفة للصيفي وضرفة للشتوي عشان إيه ما يبقاش فيها مجهود وتعب. نقلت بقى الصيفي مكان الشتوي والشتوي مكان الصيفي، وأنا طبعًا وأنا بانقل بافرز الحاجة اللي محتاجاها باحطها يعني باخزّنها، واللي مش محتاجاها باطلّعها بقى لصاحب نصيبهم. في حاجات مقطّعة بتترمي، في حاجات دايبة برضه بتترمي، الحاجات السليمة الكويسة اللي أنتِ تقدري تهادي بيها هي دي اللي باطلّعها، غير كده ما باطلّعهاش. طبعًا البيجامات اللي أنا كنت جايباها آخر الصيف اللي فات نفعتنا كتير، أنا كنت جايبة لكل بنت 3 بيجامات، البيجامة كانت عاملة 250 جنيه، نفعوني بصراحة، ما فكّرتش في كسوة صيفي أصلًا. هاطلّعها لهم، يعني هاخلّي كل واحد يلبس 2 وهاسيب واحدة عشان يوم الوقفة بتاعة العيد، لإن أنا مش هاجيب بيجامات تاني. ال الغسيل ده كان في الغسالة، نشرته، الدنيا كانت ضلِّمت، أنا اليوم كلّه كنت مقضياه في الأوضة، باخرج مثلًا أذاكر للولاد، باخرج أعمل أكل وارجع كده، بس هو كان يومي كلّه كان في الأوضة بتاعتهم. خلّصت بقى وكنست بالمكنسة، وحتت السيراميك اللي باينة عملتها بالموب، وكده الأوضة بقت زي الفل، وقفلت كده وخلاص. أنا زي ما قُلت لكم لازم أحط الملايات تتغسل، تاخد دورة غسيل كده، عشان إيه، أبقى خلاص البند ده خلص من عليَّ وما فيش كركبة وما فيش حاجة. حتى الباسكت كان فاضي زي ما أنتم متعودين معايا، هنا الغسالة اشتغلت والشقة برّه كانت زي الفل، أنا ما باخشش أستقل بأوضة أو إن أنا هاعمل حاجة في الأوضة دي غير أمّا الدنيا برّه تكون متروقة، عشان ما تبقاش مكركبة والولاد يكركبوا أكتر وأكتر، فلأ باسيبها متضبطة كده عشان مجرد ما أخلّص المهمة بتاعتي خلاص ما يبقاش ورايا حاجة تاني، لإن أكيد أنا تعبت في اللي أنا كنت باعمله ده، فما يبقاش تعب ومجهود أكتر وأكتر. طبعًا شم النسيم يعني رِنجة، أنا لوحدي اللي أنا باكل الأكلة دي، حمّرت بطاطس وقطّعت خضار وضبّطت الدنيا كده، والعيش ما كانش عندي عيش محمّص، عملت عيش في الفرن وبصل أخضر وفلفل بقى وخس، غسلت كل ده وضبّطته وقعدت كلت، كنت عاملة لهم صينية بطاطس ورُز وفراخ، وأنا كلت الرِنجة واستمتعت. لو وصلتِ لحد هنا ما تنسيش تحطّي اللايك والاشتراك، ولو مش مشتركة انزلي اشتركي وفعّلي زر الجرس على الكل عشان يوصلِك منّي كل جديد، وأمّا أنزّل فيديو جديد ييجي لِك إشعار. باحبكم في الله، ويا رب أكون ضيفة خفيفة على قلبكم وتستفادوا منّي ولو بمعلومة صغيّرة. ولحد هنا الفيديو خلص، واستنوني في فيديو جديد، وباي باي.